انت دلوقتي كنت ماشي في الشارع ولقيت حد غلبان، لقيته مطلع رسمه قد كده وعمال يعدي فيها، هتعمل معاه ايه؟ راح اخدهم منه بقى. راح اخدهم منه بقى. ساعات كتير بيحصل معانا مواقف ما بنبقاش عارفين نتصرف فيها ازاي، ولو فعلا اتصرفنا واخدنا القرار ممكن تحصل حاجه فجاه تخليك تندم على القرار اللي انت اخدته ده. بس اللي بيفرق هنا بقى تصرفات وافكار شخص من شخص. تعالوا معايا دلوقتي نحضر حالا اراء بعض الناس في المواقف اللي زي دي. ابقوا معنا. اسمك ايه؟ احمد. احمد ايه؟ عاصم. تالتة كام؟ تالت ايه ده؟ لو انت ماشي في الشارع كده وقابلك حد غلبان، تمام، يعني انت قررت ان انت تعطف عليه تديله اي مبلغ، وبعد ما مشيت لقيته بيطلع رزمه فلوس وبيعد فيها، ايه رد فعلك ساعتها؟ هو مبدئيا مفيش حد بيطلب مبلغ غير وهو يكون عارف ان دي شغلانه بيكسب منها، فهو قاعد في الشغلانه دي. لو كان هيلاقي شغلانه تانية بتكسبه اكتر كان زمانه ما اشتغلش في الشحات. فانا ما بديش عامه حد بيشحت، اللي غلبان اللي ما بيطلبش من الاخر. اللي ما بيطلبش. انت هتجيبه منين ده؟ دي اجابه دمها تقيل وحشه. لا انا غيرها. هو ده تمام، انت صح وانا معاك في ده. بس ده هتجيبه منين؟ هتعرفه منين ان هو فعلا محتاج؟ اللي بيطلب، اللي بيقول عايز. اللي بيقول عايز ده مش محتاج. ده مش محتاج. طب اللي محتاج بقى هنعرفه ازاي؟ ما بيطلبش. باللي يبقى اللي شغال ومش نيته اللي شحاته، يعني حد شغال عامل او حاجه كده اللي انت بتدي. حاسس يعني ان هو ليك نظره ليك اللي نظرة. هتدي مين. اجابه حلوه على فكره. ايه رايك؟ شكرا، اتشرفت بيك. رمضان كريم. انت الله اكبر. ولا تاني ولا تاني. الله اكرم. مساء الخير. مساء النور. اسمك ايه؟ محمود. سعان؟ جدا. انت في كليه ايه؟ عماره. برضو؟ انا واقفه على الباب، صح، لازم يكون في الكليه دي. طب بص بقى، انت دلوقتي كنت ماشي في الشارع ولقيت حد غلبان، فقررت ان انت تساعده وتديله مبلغ كده من معاك ايا كان، وبعد ما مشيت كده بتلف وراك لقيته مطلع رسمه قد كده وعمال يعدي فيها، هتعمل معاه ايه؟ راح اخدهم منه بقى. وش كده؟ صراحه يعني. انت متخيل ان انا هديهم لك؟ هروح اخدهم غصب عني. يعني تاخدهم وتمشي؟ اه. ده رد فعلك؟ مش انسانيه خالص؟ انسانيه ايه داغنه مني. طيب شكرا ليك. مساء الخير. مساء النور. تعرف بيك؟ السيد زلابيا، منوفية. من المنوفيه؟ انت مش من هنا؟ لا، جاي تفطر هنا ولا انت فاطر النهارده ولا ايه؟ انا صايم الحمد لله، بس شغال هنا يعني. شغال ايه هنا؟ بتيجي المنوفيه كل يوم لغايه هنا؟ لا مش كل يوم، بقعد اسبوع واروح وارجع تاني يعني. ربنا يعينك يا رب. السؤال هنا بيقول بما اننا في رمضان، فبنتمنى ان احنا نعمل الخير كتير. لو انت ماشي في الشارع بالليل ولقيت لا قدر الله حد مضروب بمطوه لوحده وبينزف في شارع ضلمه، ممكن تتصرف معاه ازاي؟ عايز الصراحة اشوف اي اقرب حد ليا وهناخده بعربية وهنوديه المستشفى. ما لقيتش حد بصراحة هسيبه وامشي. تمشي؟ عشان ما تخشش في سين وجيم وكده. والسين وجيم ديت ممكن ما اشوفش الشارع تاني. ده حقيقي، بس ده يعني لو معاك حد هتتصرف وتوديه المستشفى. والله ما هسيبه، والله العظيم ما هسيبه. طب لو لوحدك هتسيبه وتمشي؟ لو لوحدي هخاف طبعا. يعني هخاف لان ساعتها لما اخده يبقى انت اللي عملت فيه كده، مفيش حد، يبقى انا اللي عملت فيه. البس انا بقى ولا ايه؟ رمضان كريم. الله اكبر. مساء الخير. مساء النور. تعرف فيك؟ اسمي مؤمن. مؤمن؟ منين يا مؤمن؟ انا من الحضره. من الحضره؟ جاي تفطر عند حد النهارده ولا بتتمشى عادي؟ لا انا عندي درس والله. انا بحسبك هتفطر بره النهارده. لا عندي درس. اخر مطعم انت اتغديت فيه او فطرت فيه كان امتى؟ الكلام ده تاني يوم من رمضان. طب لو في مره كده وانت مع صاحبك لقيت حد بعد ما خلص خالص فطاره وطلب الاوردر بتاعه، للاسف حسابه كان 500 جنيه وهو معهوش فلوس، هتعمل معاه ايه؟ اتحط في موقف انه معهوش فلوس وجعان عايز ياكل واكل وحسابه كان 500 جنيه، هتعمل معاه ايه؟ هحاسب له فلوس. هتحاسب له؟ بس انا لو مش في مقدرتي هرن على حد من تبع عندي يعني يجيب لي الفلوس وهحاسب له. هتفكر تساعده؟ طبعا هساعده. صح؟ رمضان كريم، انت انسان كريم برضه. مساء الخير. مساء النور. اسمك ايه؟ حازم احمد. من هنا من اسكندريه؟ هنا من الشارع اللي ورا ده. الشارع اللي ورا؟ شغال ايه بقى؟ انا شيف في مطعم ماشي، بس في كليه حقوق. كليه حقوق؟ بتعمل حاجه تانية غير انك تبقى شيف؟ يعني اكيد كل واحد ليه امنيات وحاجات، يعني اهداف معينه، انت بقى ليك حاجه معينه شاطر فيها يعني شويه مونتاج على موشن جرافيك، تصميم موديلز طيارات، ايرودايناميك. طب حلو ده. يعني شويه تاريخ على ما لقيتش غيرها. تمام. طب افرض بقى يعني جات لك فرصه، طبعا انت اكيد بتدور على شغل في نفس المجال ده. صح كده؟ افرض مره كده جات لك فرصه عمل في الموشن جرافيك، بس بره، يعني بره مصر، تمام، بمرتب مغري جدا، وفي نفس الوقت جات لك نفس الفرصه هنا في اسكندريه بس بمرتب ضعيف جدا، تختار ايه فيهم؟ الدولار طبعا.
الدولار؟ طبعا الدولار. بس انت هتقعد هناك فتره طويله جدا يعني، مش هتنزل هنا تاني. انا كويس في اللغه، ماشي انجليزي ومعايا شويه ايطالي كده، ويعني بدأ اتعلم الماني، فانا ناوي ان شاء الله اسافر بره. تسيب اسكندريه واهلك واصحابك وهتسافر عشان الدولار؟ لا، هبقى في ميلانو في الشط التاني هناك، فاهم؟ ميلانو دي اللي هي فين؟ في ايطاليا، البر التاني. الشط يعني اروح قريب يعني اليونان. يعني بحر؟ ايوه، نفس الجو، نفس الخط الزمني، نفس التوقيت. تمام. انا اتشرفت بيك ورمضان كريم. يقولوا بقى. الله اكبر. مساء الخير. مساء النور حضرتك. اسمك ايه؟ عمر احمد حضرتك. من هنا اسكندريه؟ من اسكندريه من هنا. انت بتدرس ولا مرتبط ولا ايه؟ بقى بدرس وفي مرتبط الاثنين برضه. خاطب يعني؟ قوري فاتحه. قوري فاتحه؟ اه. ربنا يتمم بخير يعني. انت بتحب اصلا خطيبتك؟ اكيد طبعا. صح؟ وانا مش بحبها اكيد مش هخطبها يعني. حلو ده. أصل. لو واحده مثلا حبت ان هي تتعرف عليك، واحده حلوه بقى وجميله، تقدر تقول كده معاها فلوس ومعاها كل حاجه حلوه اي حد يتمناها، تمام، وهي حلوه وجميله، هتعمل معاها ايه؟ هو بص، هو مش حكايه كده يعني، هو حكايه فلوس. البني ادم مش هيبص لكده فلوس وكل حاجه، هو البني ادم بيختار الحاجه اللي هو بيرتاح لها. لو انا شايف البني ادمه دي اللي انا هقدر ان انا ارتاح معاها، ولا انا اقدر ان انا اتكلم معاها، فاهمه، ولا انا شايف ان انا مستقبلي اللي هو يكون معاها على طول، اكيد ان انا هكمل حياتي معاها. بس هو طول ما انت خدت بني ادم مش شرط اللي هي تكون فقيره او غنى، فاهماني حضرتك؟ يعني انت ممكن تحرج الانسانه التانيه دي، يعني هي اوريدي جات لك لغايه عندك وعايزه ترتبط بيك، هتعمل معاها ايه برضو؟ رد فعلك ليها هيبقى ازاي بسرعه؟ يعني رد فعل، لا اكيد طبعا اقول لها. تحرجها؟ احرجها طبعا. تقول لها لا انا مرتبط؟ اكيد طبعا. ولا هتخاف ان هي تزعل وتتضايق على اساس ان هي بنت يعني؟ لا مش تزعل، انا اقول لها اللي فيه النصيب، فاهمه، كلمتين بس وخلاص زي كده. بس مش هقدر اتكلم اكتر حاجه اكتر من كده يعني. انا احييك ويعني بجد يا بخت خطيبتك بيك. ربنا يخليكي. شكرا. رمضان كريم. رمضان. أعزائي المتابعين، للأسف خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش كل جديد معاكم أكيد. لو عجبتكم الحلقة يا ريت ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة، وكمان لو عايز تشارك معايا بلقاء مباشر على الهوا اكتب لي في الكومنتات وتواصل معايا عبر الفيسبوك أو الانستجرام اللي هتلاقيه في الديسكريبشن تحت في صندوق الوصف. وكمان اكتب لي كومنت وقول فيه رأيك، ايه أكتر مواضيع عايزني أتكلم فيها الفترة اللي جاية. وبس كده، كانت معكم هبة جابر، استنوني في حلقات جديدة ورمضان كريم.